إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى وسارعوا إلى إصلاح هذه النفوس لتلحق بأهل الصفوة، وتعاهدوا نعم الله عز وجل بدوام الشكر في السر والجهر والنجوى، واغتنموا وجودكم في هذه الدار قبل حلول النقم والبلوى، وتفقدوا هذه القلوب في مواطن الذكر والطاعة قبل أن يعلوها الران وتغشاها القسوة. فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها المسلمون، إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلن يكون العبد مؤمنا حق الإيمان حتى يستوفي شروطه ويبلغ كماله من صدق توحيد وقول سديد وعمل رشيد. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى عدي بن عدي كما في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، قال رحمه الله: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. ومن أوثق عرى الإيمان عباد الله الحب في الله والبغض في الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة في الإيمان، وهو حسن بشواهده. والحب عباد الله هو الود والمحبة، نقيض الكره والبغض، ويطلق في اللغة على صفاء المودة. يطلق في اللغة على صفاء المودة، وقد جبل جميع الخلق على هذا الحب وعلى هذا الكره، إلا أنهم في ذلك بين مفرط ومفرط، وبين مخطئ ومصيب. فربما أحبوا ما لا ينبغي أن يحب، أو أبغضوا ما لا ينبغي أن يبغض.
وأعلى مراتب المحبة محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومحبة الله وحدها لا تكفي في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه إلا بامتثال ما أمر الله عز وجل به من المأمورات والانتهاء عما نهى عنه من المنهيات. والمرتبة الثانية حب ما يحب الله أو محبة ما يحب الله سبحانه وتعالى، وهذه هي التي تدخل العبد في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. المرتبة الثالثة عباد الله المحبة لله وفي الله، وهذه من لوازم محبة ما يحب، ولا يستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله. المرتبة الرابعة المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، فمن أحب مع الله شيئا لا لله ولا لأجله ولا فيه فهذه محبة المشركين، وقد أبغضها الله عز وجل. من أحب مع الله شيئا فقد جعله لله تعالى ندا، وهي محبة المشركين. أما المرتبة الخامسة في المحبة فهي المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام، ومحبة النوم والولد والزوجة والمال وما إلى ذلك من ملذات الدنيا. وهذا النوع من المحبة لا يذم إلا إذا ألهى عن ذكر الله وشغل عن محبته، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والذي يهمنا عباد الله من هذه الأنواع والمراتب هو النوع الثالث، الحب لله وفي الله، وذلك يقتضي البغض لله وفي الله، وكل ذلك من مقتضيات الإيمان بالله جل وعلا. فمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فلا بد أن يحب ما أحب الله وما يحب الله، وأن يبغض من أبغض الله وما أبغض الله. ولهذا عباد الله ما ضعف المسلمون ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من هذين الأمرين: لئلا يحدث في الأرض فتنة وفساد كبير. يقول الله عز وجل في آخر سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والمعنى كما قال ابن كثير رحمه الله: أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين، وذلك ببغض الكافرين ومن كان على شاكلتهم ومحبة المؤمنين، وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر، ويقع في الناس فساد منتشر عريض طويل. وما ضعف المسلمون ولحق بهم الهوان والخذلان في عصورهم المتأخرة إلا بسبب قطعهم للحبل الذي يصلهم بالله عز وجل، وعدم ضبطهم لميزان الولاء والبراء والمحبة في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى. فصارت محبة الناس بعضهم لبعض تقوم للأسف الشديد على المصالح الدنيوية والأغراض الشخصية والعوارض الفانية،
وهذه الدوافع والأعراض ممقوتة في شرع الله عز وجل، ولا تصل بهم إلى تحقيق الإيمان الذي يجدون حلاوته في هذه الدنيا ويخلصهم في الآخرة من عذاب النار. ولذلك عباد الله، فإن المسلم لا يحب المرء إلا لدينه الحق، ولا يبغض المرء إلا لدينه الباطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذا هو الميزان الشرعي في الحب والبغض عباد الله. ولهذا فإن المسلم يتوجب عليه أن يحب الأنبياء والأولياء والشهداء والعلماء والصديقين والصالحين وسائر المؤمنين، لأنهم قاموا بما يحب الله عز وجل من الأعمال والأقوال، فهو يحبهم لله وفي الله. وفي مقابل ذلك يبغض الكافرين والمنافقين وأهل البدع والمعاصي، لأنهم فعلوا ما يكرهه ويمقته الله عز وجل، فهو يبغضهم لله وفي الله. ودونكم عباد الله، هذه النصوص التي نطق بها فم خير البرية صلوات الله وسلامه عليه في فضل المتحابين في الله جل وعلا وفي مرضاته ومحابه، كيف يغبطون ويرفعون إلى أعلى المراتب وأسمى المنازل، ينافسون بذلك الأنبياء والشهداء. فلقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيه. ومعنى حقت أي وجبت. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته أي في طريقه ملكا، فلما في صورة إنسان طبعا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك عليه من نعمة تربها أي تقوم بإصلاحها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال له الملك: إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته في الله. ففي هذين الحديثين عباد الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ذلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى أن محبته جل وعلا قد حقت ووجبت في المتحابين في الله، المتواصلين في الله، المتبادلين في الله. ومن ظفر بهذه المحبة عباد الله فقد فاز بالكنز الذي لا ينفذ وبالذخر الذي لا يبلى، لأن هذه المحبة محبة الله عز وجل ستتعدى إلى جميع الخلائق الذين هم في الأرض والذين هم في السماء. ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. وهو معنى قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن فضائل الحب في الله والبغض في الله أن المتحابين في الله جل وعلا يظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابين بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي.
وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من جملتهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. ومن فضائل الحب في الله والبغض في الله أن المتحابين يكونون يوم القيامة على منابر من نور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: المتحابون بجلالي على منابر من نور يوم القيامة. رواه الترمذي في جامعه وهو حديث صحيح. ومن فضائل الحب في الله والبغض في الله أن المتحابين في الله جل وعلا لا يخافون ولا يحزنون، لا يحزنون على ما تركوا ولا يخافون على ما يستقبلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون والشهداء، أي يحسدهم الأنبياء والشهداء. فقالوا: من لعلنا نحبهم؟ يسألون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوه من نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن. ومن ذلك عباد الله من هذه الفضائل أن المتحابين في الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يكرم مثواهم إذا أقبلوا عليه في الآخرة. فهذه عباد الله بعض الفضائل وأنتم تستمعون إليها، فاحرصوا